لما حد بيشتري سهم على صندف زي كده ويجي يبيعه في نفس الجلسة، بيقول له ايه؟ بيقول له ان الاسهم بتاعتك تحت التسوية. يجي يبيع يقول له ان الرصيد غير كافي. عشان تعرف حل المشكلة دي تابع معايا الفيديو للنهاية. انا مهندس احمد، وكل المطلوب منك انك تصلي على النبي تركز معايا. الحقيقة ان هي مش مشكلة ولا حاجة، هي كل الفكرة ان هو في 3 انظمة في البورصة. لما تضغط على متقدم كده هتلاقي في 3 انظمة، تي بلس 1 وتي بلس 0 وتي بلس 2. تمام كده، دول ال3 انظمة. فانت عشان تبيع في نفس الجلسة لازم تبيع على تي بلس 0 زي ما انت شايف كده. بص، لما نيجي مثلا نبيع على تي بلس 2 هيقول لي الرصيد غير كافي. مثلا نبيع سهم كده يقول لك الرصيد غير كافي. طيب انت مثلا عاوز تبيع لازم تختار تي بلس 0 اهو. مثلا هنبيع كل الاسهم، مثلا هنختار الماكسيمم 500 سهم. هتلاقيه هيقول لك مثلا تقدر تبيع عادي مثلا. فاهمني؟ طيب يا باشمهندس احمد، يعني ايه تي بلس 0 وتي بلس 1 وتي بلس 2 الكلام ده؟ ومتقدم دي اجيبها ازاي اصلا؟ عشان تقدر تبيع في نفس الجلسة زي كده لازم تكون مشترك في باقة اسمها باقة اكسبريس. الاول كان اسمها ريسر، كنت شارح لها فيديو. فباقة اكسبريس برضه هشرح لها فيديو واحط لها اللينك بتاعها في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. تمام. طيب بعد ما بتشترك في الباقة وتختار المتقدم وتيجي تبيع، لو انت عاوز تبيع في نفس الجلسة هتبيع ب تي بلس 0. طيب لو انت عاوز تبيع مثلا اشتريت النهاردة وعاوز تبيع بكرة، يبقى انت هتختار تي بلس 1. طب لو انت مثلا هتبيع بعد يومين هتختار تي بلس 2. تمام كده. وكمان تي بلس 2 فيها ميزة ان انت تقدر تحدد صلاحية الامر بتاعك، انت عاوز تلغيه امتى من غير ما انت تخش تلغيه. هو بيتلغي اوتوماتيك. تمام كده. بالنسبة لباقي شرح التطبيق وكل حاجة عن تطبيق صندر هتلاقيني حاططها لك في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. لو عندك اي مشكلة في تطبيق صندر او محتاج اي حاجة هتلاقيني حاططها لك في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده، ولينك التطبيق موجود في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. وما تنساش تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.